عليكم مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. خبر عاجل: عزيز أخنوش اقتربت نهايته بعد الغضب الشعبي بسبب غلاء الأسعار والمس بالقدرة الشرائية للمواطن. وازدادت نسبة البطالة والفقر في عهد حكومة أخنوش، مما سبب احتقانا كبيرا وسط المجتمع المغربي، مما استدعى تحرك مسؤولين كبار في الدولة من أجل تدارك ما يمكن تداركه قبل تفاقم الأوضاع الاجتماعية. وقد كتب العديد من الصحف الإلكترونية عن إقدام عزيز أخنوش في التفكير على تقديم استقالته بعد الضغوطات الكبيرة التي يعيشها وتعيشها الحكومة، بعدما يئس المغاربة من كذب الحكومة وعدم الوفاء بالعهود المسطرة في البرنامج الحكومي، واعتزام الحكومة تقديم مبلغ مالي شهري للأسر الفقيرة، وكذلك زيادة في الأجور الموظفين، وكذلك في تحسين المعيشة للمواطن. كل هذه الوعود لم ينفذ منها ولا شيء، وتبقى حبر على ورق مثل جميع الحكومات. حملت المعارضة المسؤولية ما يجري إلى الحكومة وكذلك بعض النقابات والصحف التي سكتت على ما يجري داخل أرقة الحكومة، واتهمتها بالتواطؤ مع الحكومة ومساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في احتقان الأوضاع داخل المجتمع